عمرك سألت نفسك إزاي الكمبيوتر بيحول أرقام صفر وواحد لعوالم ثلاثية الأبعاد وجرافيك يخليك تحس إنك جوه اللعبة؟ السر في بطل اسمه كارت الشاشة أو وحدة معالجة الرسومات. بالإنجليزي اسمها Graphics Processing Unit واختصارها GPU. الكارت ده هو المساعد التاني للمعالج، بيستلم الأوامر من السي بي يو ويحولها لصور وفيديوهات بسرعة رهيبة، وكأنه رسام خارق بيرسم ملايين البيكسلز في لحظة واحدة. طب الكارت ده بيتكون من إيه؟ جواه المعالج الرسومي نفسه، وده المخ اللي بيعمل كل الحسابات. معاه ذاكرة فيديو خاصة اسمها فيرام، ودي مسؤولة عن تخزين البيانات الرسومية مؤقتا عشان توصل بسرعة. في كمان دوائر كهربائية اسمها VRM تنظم الطاقة اللي داخل المعالج، ومخارج زي HDMI وديسبلاي بورت اللي بتوصلك بالشاشة، وأخيرا نظام تبريد من مراوح ومشتتات معدنية يحافظ عليه من السخونة. وبيتصنع إزاي؟ الأساس شريحة سيليكون دقيقة جدا زي المعالج المركزي، ومعاها معادن زي النحاس والألمنيوم عشان التوصيل والتبريد، بالإضافة لدوائر إلكترونية معمولة من مواد شبه موصلة متطورة. طب إزاي أعرف إن الكارت قوي ولا ضعيف؟ ركز على 4 حاجات: عدد الأنوية، حجم وسرعة الفيرام، سرعة التردد أو الكلوك سبيد، ونتائج الاختبارات أو البنش ماركس. كل ما الرام الرسومية أكبر، التردد أعلى، والأنوية أكتر، الكارت هيبقى أسرع وأقوى. في نقطة حبيت أوضحها باختصار: كارت الشاشة ممكن يكون مدمج جوه الجهاز، مثلا موبايل أو لابتوب، أو منفصل زي اللي شفناه مع بعض. الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة وبنفس فكرة التصنيع، لكن الفرق الحقيقي بيكون في قوة الأداء بس. كان معكم مصطفى من قناة تعلم بترفيه. هدفنا نوصل المعلومة بأبسط شكل ممكن لكل شخص في الوطن العربي عشان ننشر العلم ونفيد مجتمعنا. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتبعنا على كل منصاتنا علشان نقدر ننتشر ونفيد أكبر عدد من الناس. خليك دايما معانا وتعلم بترفيه.